في لعيبه لما بتيجي بتلعب الشركات دايما بتتخانق على مين اللي هيحط اسم الشركه او لوجو الشركه على التيشيرت بتاع اللعيب ده. وفي لعيبه تاني للاسف هي بس بتكتفي ان بتحط اسمها ورا التيشيرت بس كده. لو جيت سالتني ايه الفرق ما بين الاثنين اقول لك الفرق مش في المهاره، الفرق في حاجه اسمها التاثير. التاثير هو اقوى حاجه دايما بتخلي الشركات تتخانق على لعيب عن لعيب تاني. انا خالد يوسف وانت بتسمع حكاياتي مع المساوئات. في قانون في عالم كرة القدم بس غير مكتوب، بيقول القانون ده بيقول لك ان الشهرة بتجيب فلوس ولكن التأثير بيولد تسويق. اللعيب اللي بيكسر الدنيا في الملعب ويعمل بوزيشن كبير قوي لنفسه هو ده اللعيب اللي الشركات بتجري وراه بس مش العكس. طب عشان تفهم كلامي اكتر فتعالى ناخد نموذجين من على ارضنا هنا ارض مصر، نقول لك الفرق ما بين اتنين لعيبة كبار جدا بس ما بين واحد عرف يخلق لنفسه بوزيشن قوي جدا وعرف يخلي الشركات تجري وراه، وما بين لعيب هو لعيب جدا بس اصبح عادي ومفيش شركات بتجري وراه زي اللعيب التاني. تعالوا نتكلم مع بعض على افضل نموذجين حب دايما اتكلم عليهم في عالم التسويق، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه. هبدأ معاك بأول نموذج محمد صلاح. محمد صلاح بدأ في المقاولين وكلنا عارفين، وبعد كده راح بازل سويسرا، كده راح روما الإيطالي وبدأ ينفجر في ليفربول. ولكن هنا السؤال، هل محمد صلاح كان انفجاره كان نجوميته الكبيرة اللي قدر ان هو يعملها حتى اللحظة دي في 2025 هل كانت نجوميته فقط بس داخل الملعب ولا لا؟ محمد صلاح محدش يختلف عن نجوميته داخل الملعب، لكن زي ما قلنا ان مش النجومية بس اللي خلت اسم محمد صلاح، لا كان في عوامل تسويقية تانية محمد صلاح كان بيلعب عليها بشكل دايم. زي ايه؟ زي ان هو كان متدين، كان دايما قريب للناس ودايما كان بيتفاعل مع الناس في البدايات خالص، فده خلى كل الناس تحب شخصية محمد صلاح. زي كمان ان محمد صلاح ما كانش بيفتعل المشاكل وكان دايما بيركز في شغله، وكان دايما محمد صلاح يحب ان هو يعرض انجازاته او يعرض جزء من حياته الشخصيه للناس والناس تبدا تحس ان هو واحد منهم، فبالتالي كان بيبقى فيه تفاعل اكتر عنده على انستجرام، فده اللي خلى محمد صلاح يبقى محمد صلاح النجم المعروف. طب تعالوا بقى ناخد نموذج تاني معانا وهو محمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه لعيب كبير ومحدش يختلف عليه، وطبعا كلنا عارفين انجازاته اللي كانت مع المنتخب واللي هو ساهم معانا فيها بشكل كبير جدا. ولكن ليه محمود تريزيجيه هو حاليا بيلعب في نادي قطري رايح على الاهلي، الا ان محمد صلاح حتى اللحظه دي هو مكمل في ليفربول، على الرغم ان نجوميه تريزيجيه او مهاره تريزيجيه ممكن تاهله ان هو يلعب حتى الان في الدوري الانجليزي، وده بسبب التسويق الشخصي اللي انا باكد عليك فيه المره الثانيه، وهو ان تريزيجيه دايما ما كانش متفاعل مع الجمهور على انستجرام خالص. لو جيت بصيت وعملت كومبيتيشن او منافسه كده ما بين محمد صلاح او مقارنه ما بين محمد صلاح وما بين محمود تريزيجيه، هتلاقي الاثنين في بداياتهم لحد النهارده هو مين افضل حد بيتفاعل مع الجمهور، ان الجمهور دايما فاكره والشركات دايما حاطاه في دماغها هو محمد صلاح. وده زي ما قلت لك يمكن في اسباب محمد صلاح ان محمد صلاح كان دايما بيبقى قريب من الناس، دايما محمد صلاح بيشارك الناس كل لحظات. اما محمود تريزيجيه كان تواجده على الانستجرام ضعيف شويه، كان كل فين وفين عقبال ما بينزل نفسه انجاز، فين وفين لو نزل جزء كده من يعني شوت كده وهو بيلعب ماتش معين، جاب جون باحتفال معين. بس هنا الذكاء مش بس ان انت تظهر انجازاتك، لان احنا هنا بنتكلم على التسويق الشخصي. التسويق الشخصي من اهم العوامل اللي دايما اللي فيه ان دايما تبقى فيه ريليشن شيب ما بينك وما بين متابعينك، وده اللي اخفق فيه محمود تريزيجيه. وعشان كده مهم جدا لو انت بتلعب كوره مش بس تركز جوه الملعب، لا ركز كمان بره الملعب، لانك انت في الاول والاخر انت اعتبر نفسك سلعه بزنس. حاول دايما يبقى عندك التسويق الشخصي حاضر في ذهنك، ما تعتمدش فقط على ان جودة لعبك او ان انت راجل نجم جوه الملعب فبالتالي كل الشركات كل الانديه هتتهافت عليك. صدقني اهتم بنفسك دايما. انت كلاعب كوره حط في دماغك وفي بالك حاجه واحده، انت سلعه، ازاي تسوق للسلعه دي عشان توصل لافضل ريزلتس او افضل نتيجه ممكنه والافضل اداء ممكن يطول معاك ويفضل موجود في ذهن الناس. ولو انت شغال في مجال التسويق الرياضي هتلاقيني سايب لك في الوصف، هتلاقيني سايب لك لينك، حمل الملف ده هيفيدك جدا في البيرسون براندنج الخاص بالرياضيين. وعايزك تشارك معايا ايه اكتر حاجه كان ممكن تخلي محمود تريزيجيه يكمل اكتر تسويقيا عن محمد صلاح. هستنى رايك عشان رايك يهمني، وما تنساش لو انت عايز تتابع الحلقات الجايه تعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات اللي جايه.